نفس السبب موجود حاليا في القصة الحاروية لكم دي. السبب اللي بيخلي يقوم في حرب في دارفور وما يكون حرب في الاتجاه التاني، السبب اتوفر في مكان تاني وكانت النتيجة ما في زول حيتوقعها. تابعوا الفيديو ده، شوفوا السبب وشوفوا النتيجة، وقارنوا ما بين دارفور وغيره من المناطق في السودان. مرحبا أهلا الرزقات بكل مقاماتهم السامية، تفضلوا مرحبا بكم، نرحب بكم بين أهلكم الهواوير، فتفضلوا. أهلا لنا أخواننا من درمان منطقة الهواوير أو ميدان الهواوير. المناسبة جابتنا هنا أخواننا في جريمة بتاعت قتل، وحصل إنه أهل الميت أو أهل المرحوم الليلة بيتقبلوا واجب العزاء من أهل الجاني. فالنموذج ده هو موجود في درمان في السودان يا أخواننا، إنه في زول يعني حصلت جريمة قتل، وده المشهد. الناس هنا بتتلاقى بالأحضان وبتتلاقى بالسلام وبالعمم البيضاء، وللأسف في دارفور بنتلاقى بالسلاح وبالذخيرة. ديل أهل الرزاقات وأهل الهواوير بيناتهم جريمة قتل. السلام والوئام والود هو جريمة قتل، يعني دي ما مناسبة اجتماعية عرس ولا مناسبة بتاعت زواج، بل هي مناسبة بتاعت عزاء لواحد يعني من أبناء الرزاقات قتل واحد من أبناء الهواوير. ودي كانت اللوحة ودي كانت الطريقة بتاعت قبول العزاء، وده النموذج السوداني الأصيل احنا شايفينه قدامنا، فدارين النموذج ده يتطبق على السودان كله يا اخوان. مرحبا، نرحب بأهلنا الرزاقات لأداء واجب العزاء في شهيد الأوس. يعني يأكد لك إنه دارفور فيها زول عايز شرارة عشان يولع بيها دارفور، عايز سبب عشان يحرق الناس في دارفور. مرحبا بكم بين أهلكم الهواوير، مرحبا بكم بين أهلكم الهواوير ناظرا وأمراء وقيادات وعمد، تفضلوا.